السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوجبه ديال الغداء ولا ديال العشاء اللي بغيتو. دغيا كتوجد، مكوناتها بساط، طريقه التحضير ديالها سهله. دغيا كتوجد وما فيها لا كثره المقادير ولا كثره الروينه ولا والو. مهم بحال هاد الوصفات هادو كنديرهم على حسب هكا الموظفين ولا التلاميذ كما كنقول لكم اللي قاريين بعد على والديهم، ولا مهم الناس صحاب الزفيره. يعني كندير هاد الوصفات مره على حسابكم باش هكا الا احتاجيتو شي وصفه نتاع فيت في ولا نتاع خفن زربن ديروها. المهم كما قلت لكم راه دغيا كتوجد، والاهم من هذا الشيء انها كتجي لذيذه بزاف. ندوز معكم دابا المقادير وطريقه التحضير. المهم كنحتاج البطاطا، الكميه كتبقى على حسب الرغبه، قطعتها هكا شويه رقيقه. كنحتاج كذلك الكفته الكميه اللي بغيتو. عندي هنايا بصله مشلضه، درت واحد الحبه ديال البصله مشلضه. عندي جوج حبات ديال الطماطم مقطعين مربعات، وعندي هنايا فلافل الوان. اللون اللي كان عندكم تقدروا ديروه، انا غير كانت عندي هكا مخلطه وخلطت فيها. ندوز دابا معكم لطريقه التحضير. خديت هنايا واحد المقله درتها فوق البوطه، نضيف لها واحد شويه ديال الزيت، المهم واحد جهد 4 ديال المعالق هكاك. بعد ما سخنت الزيت واحد شويه دابا غادي ندوز نضيف البصله. هادشي هذا وغادي نخليها هكا تشحر واحد شويه. غادي نضيف لها واحد شويه ديال الملحه، المهم واحد 4 معالق هكاك. هنايا بعد ما طاحت البصله واحد شويه دابا غادي ندوز نضيف الفلفله. غادي نخليها حتى هي كتشحر واحد شويه. دابا بعد ما طاحت الفلفله غادي ندوز نضيف الطماطم. هادشي هذا. هنايا بعد ما تشحرت لي هاد الخضيره هادي دابا غادي ندوز نضيف الكفته، وغادي ندمجها مع هاد العناصر هادو. دابا غادي ندوز كنضيف العطريه. غادي نضيف شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، غنضيف شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، غادي نضيف شويه ديال الثوم غبره. الا ما كانتش عندكم تقدروا تعوضوها بواحد الفص ديال الثوم. وغادي نضيف شويه ديال البصله غبره، الا ما كانتش عندكم ماشي ضروريه. غادي ندمج هاد العناصر مع بعضياتهم. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال التوابل ديال الشاورما، الا ما كانوش متوفرين عندكم حتى هما ماشي ملزمين انكم ديروهم. المهم العطريه راه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، اللي عندكم ديروه، اللي ما عندكمش ما ديروهش، ما تقيدوا حتى بشي حاجه صافي. وغادي نضيف كذلك شويه ديال صوص الصوجا، غير انا كتعجبني، يعني كما قلت لكم ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، انا كتعجبني النكهه ديالها. داكشي كنضيفها تقريبا في الاغلب ديال الوصفات ديالي كنضيف صوص الصوجا. الا ما كانش عندكم راه ما ديروهاش، ما كاين حتى شي اشكال. دابا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الطماطم المصبره. ودابا بعد ما تشحرت العطريه مع داكشي مع الكفته غادي نضيف واحد الكاس ونص ديال على هذا الشكل، واحد الكاس ونص هكاك صافي. وغادي نخلي هاد لاصوص تسبك مع بعضياتها حتى تعقد المهم تعلق واحد شويه. عاد غادي نكمل معكم المرحله المواليه. في هذا الاثناء راني شعلت الفران، انا غادي نطيبها في الفران ديال الكهرباء. شعلته على 200 درجه ولا 250 درجه باش يسخن، باش غير توجد لي نديرها في الفران ان شاء الله. نتوما الا غطيبوها في الفران تاع الغاز شعلوه حتى نتوما بكري بحال في هذه المرحله هذه، شعلوه وخليوه يسخن باش اون فوا توجد لاصوص ديالكم غادي تستوها في المول ديالكم وديروها في الفران ان شاء الله. ها هي هنايا لاصوص بعد ما تسبكت وتعلقت مع بعضها بعض واختارت. دابا غادي نجيب واحد المول ديال الفران وغادي نخوي فيه هاد لاصوص هادي، وغادي نسرحها فيه كامل على هذا الشكل هذا.
ودابا غادي ناخذ هاد القطع ديال البطاطا اللي كنت قطعت في الاول. حاولوا ما امكن ديروهم شويه رقيق باش ما ياخذوا لكمش الوقت في الطياب هكذا. المهم غادي نستفهم ليها كامله بهذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره هكا ندير وحده على وحده حتى غادي نسالي المول كامل ونرجع معكم. صافي هنايا بعد ما استفت البطاطا. المهم انا خدات لي هاد اللاطه هادي واحد 5 ديال الحبات ديال البطاطا. كيبقى على حسب الحجم ديال اللاطه ديالكم وعلى حسب عدد الافراد ديال العائله. المهم داكشي كيبقى على كيرجع لكم نتوما. دابا خديت شويه ديال الزيت. المهم انا درت غير الزيت ديال المائده يعني زيت نباتيه وصافي. بغيتو ديروا ديك نتاع زيت العود تقدروا ديروها. المهم كاع فوت عليهم هنايا هكا واحد رشيشه عليهم كاملين صافي. انا غادي ناخذ شويه ديال الملحه غادي نرش على البطاطا من الفوق حيت هي راه ما متبله ما والو. وغادي ناخذ كذلك شويه ديال البزار حتى هو غادي نرشه شويه من الفوق صافي على هذا الشكل هذا شويه وصافي. دابا غادي ناخذ طاطيه الومنيوم وغادي نغلف هذه باش هكا دغيا كطيب البطاطا. الا ما غلفتوهاش كتاخذ شويه ديال الوقت. المهم كما قلت لكم الفران راه كان سبق لي وشعلته من قبل. دابا غادي ندخلها للفران فاش طاب غادي نرجع معكم ان شاء الله. هيا هنايا البنات البطاطا ديالي بعد ما طابت هانتوما تشوفوا راه صافي هنايا راه طابت نيشان. المهم كما قلت لكم خليتها في الاول واحد 40 دقيقه بالالومنيوم. من بعد حيت لها الالومنيوم وزدت لها واحد ربع ساعه هكا باش تحمر من الفوق صافي. هيا هنايا راه واجده. دابا غادي واحد لمسه اختياريه وصافي غادي نضيف لها هنايا شويه ديال الفرماج هكا من الفوق. كان عندي في الكونجيلاتور راه باقي قاصح. غادي ندير لها غير واحد رشيشه هكا وغادي نرجعها هكا للفران غير يدير هاد الفرماج يتكراتينا وصافي. وغادي نخرجها صافي على هاد الشكل هذا. بالنسبه للفران البنات انا راني كنت شعلات له من الفوق ومن التحت بجوج في خطره وحده. الا ما كانش كيشعلكم الفران من فوق ومن التحت ماشي مشكل شعلوا لها غير من التحت باش حتى يطيب ومن بعد هبطوه لتحت ولا باش يتحمر صافي. دابا غادي نردها واحد شويه. المهم كما قلت لكم غير هذه التكراتينا من الفوق وصافي وغادي نخرجها نطفي عليها. هانتوما البنات راني رجعت عاوتاني خرجتها. انا هنايا غادي نضيف لها غير واحد شويه ديال لاشابلور. كتعجبني هذا كيعجبني ندير هكا شويه باش كيدير واحد القرمشه من الفوق كتجي زوينه بزاف. الا ما كانش عندكم ما ديروش الا ما بغيتوش ديروه ما ديروهش. المهم راه غير بالخبز اليابس وصافي راه كطحنوه يعني تقدروا ديروه غير في ديوركم ما تشريوه ما والو. ها هو انايا راه غير بالخبز اليابس راه كيدير كميه كبيره ما شاء الله صافي. وغادي ندخلها دابا للفران. ها هو الشكل النهائي البنات ديال الكراتان ديالي بعد ما رديته هكا كما قلت لكم يتكراتينا غير واحد شويه من الفوق. ها هو كيفاش كيجي داير كيجي زوين بزاف. ما خداليش بزاف ديال الوقت في التحمار من الفوق واحد 5 دقائق صافي كان واجد. المهم قدمته هنا مع هذا العصير هذا اللي كنت ديجا صورته معكم في القناه. العصير اللي داير ضجه في التيك توك وداك الشيء نتاع حبه ديال الحامض وحبه ديال الليمون حتى هو راه كيجي زوين بزاف. كنصحكم تجربوه. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي مازال ما شافتو دخلوا تشوفوا. كما قلت لكم جربوه راه كيجي زوين بزاف ما تشبعوش منه لذيذ ومنعش كيبرد على الخاطر. ها هو الكراتان عن قرب كيفاش داير. كما قلت لكم راه كيجي زوين بزاف ولذيذ وما فيه لا تماره لا والو يعني راه دغيا كيوجد. دابا غادي ندوز نغرفو معكم هكا باش تشوفوا كيفاش كيجي داير من الداخل هذا الشكل هذا. ومن داك الفرماج هانتوما تشوفوا راه كيتجبد وكيتعلك معاها يعني كيزيد لها واحد المذاق وواحد اللذه. المهم بغيتو ديروه ما بغيتوش ماشي مشكل. المهم هانتوما تشوفوا كي كيجي داير. ها هو راه كيجي معلك من الداخل كيجي زوين بزاف. هانتوما تشوفوا
بالنسبه للبطاطا نتوما تشوفوا راه هكا طيب. كي كيجي داير، المهم كيجي زوين بزاف، كنصحكم تجربوه. مهم وصلت معكم دابا لنهايه الفيديو، كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، كنتمنى تدعموني وتبارطاجيو قناتي مع احبابكم مع اصدقائكم. ما تنساونيش بلايك وتعليق زوين، على امل لقياكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.